في تطور جديد لقضية وفاة الطفل عبد الرحمن طويلي، كشفت تحريات جديدة قامت بها السلطات عن توفر تفاصيل جديدة في الحادثة الشنيعة التي هزت الرأي العام الجزائري وأحدثت هلعا كبيرا بين السكان وأطفال ولاية الشلف، حيث تفيد المصادر أن شبكة من الأجانب تنشط في الولايات الجزائرية وراء حوادث اختفاء وقتل القُصّر والأطفال منذ أشهر في البلاد. كشف عدد من سكان منطقة مكناسة، وهي المنطقة التي عُثر فيها على جثة الفقيد عبد الرحمن طويلي، أن عددا من الأفارقة والآسيويين يتوافدون من حين إلى آخر إلى تلك المنطقة النائية بسيارتهم بشكل يثير الريب والشك، حيث لا يوجد فيها لا مصانع ولا مستثمرات فلاحية ولا أي شيء آخر. هذا ما فتح الباب للتكهن أنها شبكة عالمية تنشط في بلادنا وتختص في المتاجرة في الأعضاء البشرية، ويبدو أن الطفل طويلي عبد الرحمن كان أحد ضحايا هذه الشبكة الخطيرة. وبالنظر إلى الطريقة التي تم التصفية بها، فإن احتمالية استدراج عبد الرحمن من طرفهم واردة جدا، كون هذا النوع من الشبكات الإجرامية محترف جدا في اصطياد الأطفال والقُصّر لتحويلهم إلى قطع غيار بشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة جدا في الخارج.